قصر المرادية نيضة فيه العافية، العافية شعلة، حيتاش خسروا فلوس صحيحة وفي الاخر لقاو راسهم في الصفر. جابوا السنغال وداروا بها، لعبوا بها كيف بغاو ضد المغرب، وفي الاخر تلاقاو راسهم في الصفر. هو داكشي اللي تنشر البارح في الاعلام، والملف ديال السنغال على من مبني، والدفعات ديال المغرب والادله ديال المغرب والقوه ديال الملف المغربي خلاتهم يعني كاع داكشي اللي داروه مشى لهم في الصفر. كاين دابا جاتهم صفعه اخرى، الترتيب ديالهم مع الدول اللي كتمارس الكباب على اراضي دول اخرى. وهذا الشيء وقع لهم في فرنسا اللي كيستعملوها باللوبي ديالهم غادي نقول لوبيا باللوبي ديالهم، اللي كيدفعوا ليه الملايين ديال بصح. اللوبي الاعلامي باش الصوره ديال المغرب توسخ، والعلاقات الدوليه ديال المغرب يعني والنجاح ديال الدبلوماسيه المغربيه يكحلوها ليه، لكن ما قدوش. حيتاش على الرغم من ان راكو بعض الصحافه او بعض اللوبي الجزائري الفرنسي خرج، راكو شفتوا مؤخرا كانت واحد الهجمه كبيره لا في الملف ديال السنغال ولا في الملف ديال الوحده الترابيه. فرنسا 24 نشرت لك الخريطه مقسومه على جوج، وكذلك الوثائقيات اللي داروهم حاولوا من خلالهم انهم يعني يقدوا الامور مع المغرب. لان هذا اللوبي الجزائري سواء كان في الاعلام او لا في غيره كيحاول انه يضرب المغرب في مقتل على الصعيد الاوروبي. علاش؟ لان الزياره الملكيه المرتقبه اللي راه يتم التنظيم لها بشكل كبير، والاتفاقيه المغربيه الفرنسيه اتفاقيه من نوع اخر، وكتسجل يعني نفسها في تاريخ اخر في العلاقه الفرنسيه المغربيه. حيتاش المغرب هنا ما كتعاملش مع فرنسا على اساس دوله يعني في واحد الاطار يعني الميزان ديالها هابط، وانما كدوله يعني عندها المكانه والسياده ديالها. هادشي هذا كله حاولت باللوبي ديالها الاعلامي وبالاقلام ديالها وبالاذاعات ديالها الجزائر انها تضرب المغرب، لكن جاتها الصفعه صحيحه. لانها تم التصنيف ديالها ك كدير الكباب، نقولوه بهذا الكلام باش ما راكو عارفين نمنعوا نقول بعض الكلمات، الكباب ديال الدوله، يعني كتخدم اللي كانوا ديالها في اراضي دوله اخرى اللي هي فرنسا، وكتحاول تستعمل هذاك الشيء عن طريق جوج ديال النقاط، سواء المعارضين ديالها سواء عن طريق البوليزاريو. وهنا كتلتقي مع امريكان اللي يعني شاك فوا ولا كل مره كيتم واحد النائب كينضم للقائمه ديال الدول اللي باغا تصنف البوليزاريو كمنظمه كبابيه. اذا هادشي كله خلى المراديه والاعلام ديالهم اليوم جهلوا ديال بصح، ما خلاو غير اللي خلي نساو في فرنسا، ما خلاو لا غير اللي نساو، لانه دابا راهم كيضغطوا عليها بواحد الملف اخر. قال لك اسيدي حنا رحنا مشينا، راكو عطاف شفتوه راه مشى لسويسرا باش يرجع الفلوس المنهوبه، قال لك راه سويسرا رجعت ليه، وفرنسا ما بغاتش، قال لك الطماطم باش عطينا فلوسنا. الاخوان هادشي كله خوتي كيبين بان فعلا السياسه الدوليه المغربيه الدبلوماسيه كيف ما وصفها احد المحللين، عاد المقال ديالو تنشر هذه واحد يوم ولا 3 ايام قريتو، قال لك سياسه طويله الامد وعندها بعد النظر وطويله النفس. يعني المغرب فاش كيدير شي حاجه ما كينتظرش بالضروره النتيجه حالا حالا حالا، لا كيضرب البعيد كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا، بالمهل كيتاكل بودنجال. ايها الاخوان، اذا هذا التقييم ديال السياسه الدوليه ديال المغرب كيخلي الجزائر زايده وكتبهدل، زيدوا كتضعاف، غير هما تابعيننا باش يحاولوا يوسخونا وهما كيتبهدلوا. وبالتالي كنقولوا لرجالات الدوله ديالنا ولصاحب الجلاله الله يحفظه ويعطيه صحيحته، تبارك الله عليكم، ما خليتونا ما نقولوا، كل واحد في الميدان ديالو اسود ما شاء الله عليهم. اذا من هنا كنقولوا ان المغرب غادي في النهج الصحيح،
ملف السنغال الصراحه دوليا والاعلام الدولي كله البارح من البارح لليوم كله كيتكلم على الوثائق اللي تم يعني التطرق اليها، وخاصه قضيه التحكيم لي كارطون جون، يعني البطاقات الصفراء اللي ما تعطاتش اللعابه، كتبين بان الملف المغربي فعلا قوي. زيد على ذلك ان التعامل ديال الجزائر مع اللوبيات كي قلت لكم ومع داك الشيء ديال بوليزاريو خلاهم من جهه اخرى يتصنفوا واحد التصنيف خطير. نقول نذكروا غير الاسماء تفهموا، روسيا وايران. الفات انك موجود مع ايران في نفس الملف راه شي حاجه ماشي هي هذيك. وهنايا يعني كيف قلت لكم غادي يحاولوا ما امكن انهم يمشيو زعما يطرقوا الباب اخرى او يدقوا باب اخر، ولكن عمرهم ما يربحوا. كاينه ولا لا؟ والدليل عندنا والتاريخ كيثبت، وامور كثيره حاولوا يجريوا فيها ضد المغرب لكن جاتهم في الوجه، ودابا قصر المراديه كيبكيو. مبروك عليهم، وحنايا مبروك علينا، هما مبروك عليهم الوجع اللي راه فيهم، وحنا مبروك علينا الانتصارات اللي حققناها واللي غادي نحققوها واللي ماشيين كنحققوا فيها. وشكرا لكم، وما تنساوناش بالتعليق لايك وبارطاج، وشكرا.